يا صباح الفل او مساء الفل حسب ما بتشوفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تعالي اقول لك بقى صينيه البطاطس الجامده دي احنا عملناها ازاي. والله العظيم بربع كيلو لحمه مفرومه انا قضيت 4 افراد، يعني توفير التوفير، ونص كيلو بطاطس، وكفت ووفت كمان، وكان طعمها رهيب. والله العظيم كان طعمها رهيب. تعالى اقولك عملتها ازاي وصلي على النبي. انا جبت ربع كيلو لحمه مفرومه، حطيت عليه قرن شطه اخضر. عايزه تحطي فلفل اخضر حطي فلفل اخضر بدل الشطه، وقطعيه صغير جدا، وبصلايه حلوه كده او بصلتين حسب ما بتحبيهم، وفرومين ناعم جدا. وهتحطي شويه ملح، شويه فلفل اسمر، شويه 7 من البهارات. بس انا ما بحطش توابل على اللحمه اكتر من كده. ممكن احط في صينيه البطاطس ازود بس كمون، اكتر من كده لا. وبعدين هكورها كويس وهفردها فردة بسيطة زي ما انتوا شايفين كده، عشان هي بترجع تكش وبتصغر. فانت لما تيجي تكش وتصغر هتبقى عاملة زي الكرة وتديكي المطلوب. تعالي هنا بقى هقطع الطماطم اللي هضربها في الخلاط. بصي بقى انا بحط ايه مع الطماطم. انا بقطع طماطم ومش هقطع كتير. لما بتزودي في الطماطم قوي بتتقل وبتبقى تقيلة على قلبك وما بتعرفيش تاكليها. لا قللي الطماطم، يعني هحط 4 طماطمات عليهم قرن شطة اخضر، او ممكن تحطي فيه تستبدليه بفلفل اخضر لو ما بتحبيش الحامي. فصين توم، بصلايه مفرومه، انا كنت مفرزه بصل عشان كده طلعت منها قطعه. ملح، فلفل اسمر، شويه من ال7 بهارات، شعرة كمون، وهحط شعرة سكر علشان الطماطم طبعا والحموضة. وهضربهم في الخلاط كويس قوي. وخدي بالك انك بتزودي ميه للطماطم بتاعه البطاطس علشان تساوي البطاطس، يعني لازم تبقى خفيفه عشان تساوي البطاطس. هضربها كويس جدا جدا، وهركنها على جنب لغايه ما اقشر البطاطس بتاعتي واخرطها حلقات. وانتي بتخرطي البطاطس بتاعتك حلقات، البطاطس اللي هتعمليها بالكفته خرطيها رفيع، لان البطاطس اللي انت بتعمليها بالكفته غير سواها غير السوا اللي انت بتعمليها بالفراخ. اللي انت بتعمليها بالفراخ الفراخ بتاخد سوا، فممكن تقعد معاكي فتره، فقطعها تخينه شويه علشان تستووا مع بعض وما تنهريش. انما مع الكفته بتستوي بسرعه جدا، فالبطاطس لازم تاخد سوا الكفته. فانتي رفعي البطاطس شويه، يعني ما تخليش سمكها تخين. وهتحطي عليها نص كمية الصلصة اللي احنا حطيناها. وبعدين تحطي الكفتة من فوق الوش، حطي عليها حتة سمنة فلاحي يا سيدي، على حتة السمنة الفلاحي دي واللي بتعملوا فيها. وتقومي جاية حاطة بقية الصلصة بتاعتك فوق الكفتة نفسها. تمام، وهتخففيها شوية، وتقومي جاية مغطياها تاخد غلوة، وحطيها على نار هادية، يعني غلوة واحدة بالظبط زي كده، وتهدي عليها النار وتغطيها وتسيبيها. بصي كل شويه بصلها، انا هختبرها كمان شويه بس مش هحركها، لاني لو حركتها والبطاطس استوت هتنهري. تعالي بقى نعمل جنبها شويه رز بشعريه. انا حطيت معلقه سمنه كويسه كده وحبه زيت عشان يفلفلوا لي الرز. هسيح السمنه بتاعتي في الزيت وابتدي انزل عليهم بالشعريه بتاعتي. دي كوبايه شعريه، انت ممكن تزودي براحتك، بس انا هعمل كوبايه شعريه على كوبايتين رز. هقلب الشعريه كويس جدا لغايه ما تاخد اللون اللي انا بحبه. انا ما بحبش اغمق الشعريه بتاعه الرز بصراحه، احبها ذهبي كده. واحط عليها كوبايتين رز، كده يبقى احنا حطينا 3 كوبايات، كوبايه شعريه وكوبايتين رز. هنحط قدهم برضو ميه. هنا هملح، بس خدي بالك من الملح بتاعك وانت بتحطيه، يعني ما تزوديش الملح، لان الاكل لو زاد له الملح هيبقى طعمه مش حلو ومش هيتاكل. انما لو قللتي الملح شويه ممكن تعالجيه. هنا هحط 3 كوبايات ميه بالظبط، قد الرز والشعريه ميه. مغليه بقى ميه مش مغليه، هي مش فارقه في الحالتين الرز بيستوي. بس كده هغطيه واسيبه لغايه ما يتشرب بالطريقه دي، وبعدين اوطي عليه شعله، عارفه ههدي عليه جدا والناسه زي ما بيقولوا، لغايه اما يستوي كده ويفلفل معانا، واديله تقليبه واحده بس. وبعدين شويه دقيقتين 3 واطفي عليه. يا سلام بقى لو حطيتي معلقه سمنه فلاحي قبل ما تطفي عليه وهو كده، بيبقى تحفه. بس انا ما عملتش كده بصراحه، لاني كنت مزوده السمنه الفلاحي وانا بعملها. هنا ادي صينيه البطاطس في المرحله دي بقى، وهي مستويه كده انا ابتدي ادخلها الفرن. كده الكفته استوت
والبطاطس استوت والدنيا تمام، هدخلها الفرن. دخلتها الفرن، خدت اللون اللي انتوا شايفينه ده، كان لون جبار والطعم كان جبار. كان سبايسي شويه، بس احنا بنعشقها سبايسي. حتى انا عندي اطفال بس بيموتوا في الاكل السبايسي. بصي ودوقي احلى بطاطس مرمله، طريه وسهله من جوه وجميله وتحفه. والكفته معاها عامله ميكس جبار، والله العظيم ميكس جبار. وبصي توابلها خفيفه وتحفه تحفه. جربيها وهتدعيلي.